يسعد اوقاتكم ورمضان كريم عليكم جميعا وطاعتكم مباركه. صرنا برمضان باليوم الثامن. أدي فروض دينك وراح تكون الجنه ضامن. ديننا دين يسر وبعمره ما كان صعب. اهم شيء القلب النظيف ونبعد عن الكذب. رح تعيش طول عمرك سعيد وراضي، لا قال ولا قلنا ولا محكمة ولا قاضي. وإذا بدك تربح بحياتك وما تكون خاسر، صلي على حبيبك النبي محمد الحاشر. بيقول المثل: اللي بيغضب امه كأنه بيلعب بدمه. لا تغضب امك، يا ويلك حبيبي. قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على أموركم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. صدقت يا رسول الله. حزورة اليوم هي، راح أعرض لكم هلأ صورة ولازم تعرفوا وين الاختلاف ب 15 ثانية. يعني ما يكون 15 ثانية بس، لازم تعرفوا وين الفرق بين هالثلاث صور. في ناس كل شغله تقول لك مدد يا رسول الله، مدد يا ام هاشم، مدد يا رفاعي، مدد يا الدسوقي، مدد يا جيلاني، مدد يا سيدنا زكريا. هذا كله حرام حرام. وش السبب؟ اسمعوا. قول. للأسف في كتير ناس بيستخدموا هالكلام هذا كل اعتقادهم انه راح يلاقوا مدد او معونة من الشخص اللي عم ينادوه، وطبعا هالكلام هذا من الشرك الاكبر اللي ما بيغفره رب العالمين ابدا، لانه المدد هو طلب العطاء وهو الدعاء، والدعاء ما بجوز نطلبه الا من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني اذا كان طلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم شرك، فشلون راح يكون المدد من غيره؟ اكيد كمان شرك، ولا عياذ بالله من هذا الكلام. سداد، برافو عليك. لما تقولوا هيك حرام على موجود وبكفي وبوفي عن الكل. سلام. الجواب الصحيح لعزورة امبارح هو المطرب حسين الديك واغنية الدنيا صغيرة، او لما بضمي قصدي. وهلا فورا على تعليقاتكم يا حلوين.
ولهون خلصت حلقتنا، ان شاء الله رب تكون عجبتكم. استنوني بكره مع حلقه جديده. شفتكم بخير، تركتكم بخير، رمضان كريم على الجميع. سلام. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك.